العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تغييم العملية التعليمية في دق محرق. الشباب الإريتريون في فرنسا يؤكدون تعزيز المساهمة الوطنية. الاتحاد الأوروبي يتوقع اتفاقا بمفاوضات فيينا، وإيران تتمسك بالخطوة الحمراء. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقا تجاريا وصناعيا خلال زيارة إردوغان. مصرع 7 أشخاص إثر حريق نجم عن انفجار في جنوب فرنسا. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا. وظهرت الإصابات في إمباغاليانو، ومصابون قادمون من عدقيح ودباروا وكرن. في غضون ذلك شوفي 14 مريض كورونا من الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9679، شوفي منهم 9516، وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال 60 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 15 من فبراير 2022. قيم مكتب التعليم في مديرية دق محرق سير العملية التعليمية وتحدياتها. وأفاد التقرير المقدم في الاجتماع بأن نسبة النجاح في الامتحانات نصف السنوية بلغت 94.5% في المرحلة الابتدائية، و81.5% في المرحلة المتوسطة، و87.6% في المرحلة الثانوية. وأشار إلى وجود برنامج لتقديم الدعم التعليمي المنتظم الذي يحصل عليه طلاب الصفين 8 و11 لبقية الفصول الدراسية بعد التعرف على ضعف الطلاب في المواد الدراسية. وأشاد الاجتماع بمساهمة المواطنين لتشجيع المعلمين، مناديا لإرساء البنى التحتية في المدارس وإيجاد حل لنقص المدارس الثانوية. ودعت مسؤولة التعليم في مديرية دق محرق الأستاذة رقبة كفلة، ومسؤولة التعليم العام في الإقليم الجنوبي الأستاذ تولد أبراهام، للعمل لرفع نسبة النجاح رغم تحسنها وتقديم الدعم التعليمي المنظم للطلاب. وتوجد في مديرية دق محرق 5 رياض أطفال و33 مدرسة للمراحل التعليمية الثلاثة تستقبل هذه السنة 23,712 طالب. أكد الشباب الإريتريون في فرنسا في المنتدى الذي عقدوه يوم 12 من فبراير على تعزيز المساهمة الوطنية. وقام أكثر من 100 شاب من مدن باريس وضواحيها في المنتدى تنظيم شباب وارساي في فرنسا. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في فرنسا سيد برخت بارلوس في الكلمة التي ألقاها في المنتدى دور ومساهمة الشباب الإريتري لتحقيق الاستقلال والدفاع عن السيادة وبرامج إعمار البلاد. وأكد على أهمية تطوير وتقوية التنظيم لتعزيز برامج التصدي، وأن تنظيم وارساي جزءا منه. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون المجتمعية والشعبية السيد شلاشي إدريس أهمية التنظيم ومهامه وعلاقة عمله مع السفارة والتنظيمات الشعبية الأخرى. وانتخب المشاركون اللجنة مؤقتة لإدارة تنظيمهم. واحتفل في المناسبة شباب وارساي وشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة وتنظيمات أخرى بالذكرى 32 لعملية فنقل. أعلنت إدارة مديرية صنعاء في الاجتماع الذي عقدته تنفيذ مهام فعالة في الخدمات الاجتماعية عام 2021. وأوضح المدير التنفيذي في المديرية السيد هابتي كيداني في التقرير الذي قدمه إدخال أنابيب المياه في بعض مناطق المدينة وتغطية مجرى المياه الذي يشق المدينة، والقيام ببرامج نظافة وحماية التربة والمياه.
وقدم في الاجتماع تقرير عن أنشطة التحصيل الضريبي للزراعة الريفية والمواشي وبرامج تطعيم الحيوانات وتوزيع الفراخ والمناحل الحديثة وبذور البطاطس والقمح والتشجير. وأشار مدير المديرية السيد إدريس علي شكر بالمشاركة الواعية في انتخابات إدارات الضواحي ولجان القرى، وقال أن مواصلة بناء سد نعلي ومد الكهرباء من قرماتني وإيوب قادي وبناء عيادة مزبا وصيانة الطرق الترابية الرابطة للقرى والدفع بأنشطة الصحة البيطرية والتشجير الأهلي من البرامج التي تنفذ هذه السنة. وأوصى الاجتماع لمساعدة أسر الشهداء والمحتاجين ماليا وعينيا وبدء توزيع أراضي الطيساء في مدينة صنعفة ودواحيها وحل مشكلة مياه القرى واستئناف خدمات شركة حارات للمواصلات العامة على خطي صنعفة انددشم وصنعفة زقفيت وصيانة طريق عد غيح صنعفة سرحة. يقوم سكان 5 قرى في ضاحية درفة بمديرية أخرية بصيانة طريق ترابي يبلغ طوله 15 كيلومتر بدعم الآليات. ويقوم السكان بنفير لصيانة الطريق المؤدي إلى قراهم متفرعا من طريق أسمر النفاسيت. أوضح مدير ضاحية درفة السيد عمر إبراهيم أن الطريق أصابها الخراب لعدم صيانته لسنوات طويلة. وذكر السكان أهمية الطريق للتطوير معربين عن أملهم لزوال مصاعبهم بعد صيانته. نشرتنا تتواصل، لكن بعد هذا الفاصل القصير رجاء ابقوا معنا. أجرى مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بشأن مفاوضات فيينا النووية بعد دخولها مرحلتها الأخيرة والحساسة. ووصف بوريل اتصاله مع الوزير الإيراني بأنه كان مهما، مضيفا بصفة منسق الاتفاق النووي: أعتقد بقوة أن هناك اتفاقا في الأفق. وأكد بوريل أن الوقت حان للجهد النهائي للتوصل إلى تسوية للملف النووي الإيراني. كما أكد مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن مفاوضات فيينا قد دخلت مرحلة حساسة تستدعي أن تبدي جميع الأطراف المرونة والمساعدة لدفع المفاوضات إلى الأمام مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات والقيود لدى بعضها البعض. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني خلال المباحثات مع بوريل: لن نتنازل أبدا عن خطوطنا الحمراء المبنية على المنطق والموضوعية. وقعت تركيا والإمارات 13 اتفاقا في قطاعات منها التجارة والصناعة والصحة والعلوم الطبية والنقل البري والبحري والمناخ خلال زيارة يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الدولة الخليجية هي الأولى له منذ عام 2013. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية أن البلدين وقعا اتفاقا دفاعيا. وكان في استقبال إردوغان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي زار أنقرة في نوفمبر الماضي حين جرى توقيع اتفاقيات استثمارية بالمليارات الدولارات. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن البلدين وقعا بيانا مشتركا بشأن النية في البدء باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما. وأبرم البلدان الشهر الماضي اتفاقا لتبادل العملات بقيمة بلغت قرابة 5 مليارات دولار بالعملتين المحليتين. لقي 7 أشخاص بينهم طفلان مصرعهم في منطقة بيرنيه أوري ناتال جنوب فرنسا إثر اندلاع حريق نجم عن انفجار مجهول المصدر. وذكرت صحيفة لو فيغارو الفرنسية أن الانفجار وقع في أحد الشوارع الرئيسية، ما تسبب في اندلاع حريق في مباني صغيرة من طابقين على جانبي الشارع.
وذكرت النيابة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار، فيما صرح المدعي العام جان ديفيد كافايني بأن عدد القتلى بلغ حتى الآن 7 قتلى بينهم طفلان. رفع مكتب المدعي العام في تكساس دعوى قضائية ضد شركة ميتا على فيسبوك، زاعما أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي انتهك حماية خصوصية الدولة من خلال تقنية التعرف على الوجه التي جمعت البيانات للملايين من تكساس دون موافقتهم. وتتهم الدعوى شركة فيسبوك بالتقاط معلومات من الصور ومقاطع الفيديو التي حملها المستخدمون دون موافقتهم، والكشف عن المعلومات للآخرين وعدم إتلافها في غضون فترة زمنية معقولة. وقالت الشركة في منشور على مدونة في نوفمبر إنها كانت تقلق نظام التعرف على الوجه وستحذف معلومات أكثر من 1,000,000,000 شخص. ختام النشرة اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء فيها. إصابة 4 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. تقييم العملية التعليمية في دقمحرة. الشباب الإريتريون في فرنسا يؤكدون تعزيز المساهمة الوطنية. الاتحاد الأوروبي يتوقع اتفاقا بمفاوضات فيينا وإيران تتمسك بالخطوط الحمراء. تركيا والإمارات توقعان 13 اتفاقا تجاريا وصناعيا خلال زيارة إردوغان. مصر 7 أشخاص إثر حريق نجم عن انفجار في جنوب فرنسا. ختام النشرة كنت معكم فيها حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.